سيبك من اي حاجه في المباراه النهارده، تعال نشوف اهم حاجه حصلت من جماهير نادي الزمالك النهارده، وهي قرايه الفاتحه على روح محمد صبري في الاستاد النهارده بصوت جماعي. خلينا نشوف ونرجع تاني. دي احلى حاجه حصلت في اللقاء النهارده. ما اظنش ان انا حضرت موقف زي كده من جماهير قبل كده. نرجع للقاء تاني النهارده، لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي اللي بيتلعب على ارضنا هنا في القاهره. اداء مفيش اسوأ من كده لعيبه الزمالك ومدرب الزمالك. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في لعيبتك كلها بتباصي غلط وبنرجع الكرة ورا. احنا بنضغط عواد اكتر من الفريق الخصم. احنا دايما بنرجع الكرة لعواد. هو ايه المشكلة في ايه؟ انت بتلعب خصم يعني سيء وعلى ملعبك. هي البداية باينة، البداية بتاعتكوا باينة. انت بتلعب هنا وسط جمهورك وبتكسب زيسكو الزامبي بالعافية. امال لما تروح تلعب هناك الساعة 3 العصر هتعمل ايه؟ ما هو ده اللي باين. اللعيبة بتاعتنا مش موجودة، الذهن مش حاضر. اتكلمنا كذا مرة ان احنا محتاجين مدير فني اجنبي، ومحتاجين في بعض من العناصر اللي في الفرقة، ومنهم اللي بيلعبش معانا اساسي فلازم يمشي. اللعيبة دي لازم تمشي ويجي مكانها لعيبة تقدر تشيل الفرقة. احنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، والله العظيم لو خدنا رابع الدوري نبقى ابطال. لا 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 لا. اللي انا النهارده بتفرج على مباراة الزمالك، انا زهقت، مليت. زيزكو الزامبي بيلعبني في القاهرة والدقيقة حاجة و80 وبيهدد مرماية. اللعيبة مفيش روح، ما تحس يعني احنا رايحين النهارده مش عايزين نلعب كورة. لعيبة الزمالك النهارده مملة. اخوان بزيرة النهارده من اسوأ الماتشات لاخوان بزيرة. الواد شيكوبانزا المطرقع ده نزل حرك الدنيا شوية. غير كده انا ما شفتش في المباراة حد مميز. احنا ما لعبناش كورة يا جماعة. ده نصب اللي حصل النهارده، ده نصب. احنا ما بنقدمش حاجة. ايه اللي بنقدمه؟ يعني انا ايه اللي يخليني اضيع وقتي ساعتين عشان اتفرج على سعادتك واحنا ما بنقدمش حاجة؟ بتقدموا ايه؟ احمد عبد الرؤوف ما ينفعش، وفي لعيبة كتير قلنا لازم تمشي. لو كملنا بالمنظر ده يا جماعة احنا رايحين في سكة سودة. احنا عندنا أزمة كبيرة جدا في الفلوس، وعندنا أزمة كبيرة جدا في اللعيبة. فلو مش هنقدر نوفر فلوس نقدر نجيب بيها